هل من معنى الآية أن من زنى قبل زواجه وتاب لن ينكح إلا زانية حين زواجه؟ لا. الإنسان الحين الكافر إذا أسلم ماذا يقال له؟ نادي نقول له يا كافر ولا يا مسلم؟ يا مسلم، خلاص زال عنه اسم الكفر. كذلك الزاني إذا زنى ثم تاب لا يقال له زاني، خلاص يقال له عفيف، قال له لأنه تاب من الزنا. لكن الآية الزاني أي ما زال على الزنا، هذا لا يزوج. يعني إذا جاءك رجل، وإن شاء الله ما يجيك، جاء رجل يطلب موليتك وأنت تعرف أنه زاني، ما تزوجه، ما يجوز. الزاني لا ينكح إلا زاني، ما زال مستمرا على الزنا، ما زال يطلق عليه اسم زاني، هذا الذي لا يزوج إلا زانية أو مشركة. لكن التائب لا يقال له زاني، كما أن الكافر الذي أسلم لا يقال له